السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم بفيديو جديد، يا رب يعجبكم. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا كده ونقول بسم الله. زي ما انتم شايفين بقى، انا دخلت كده على المطبخ، قلت هعمل الاكل النهارده. عشان يعني ايه اخلص بدري بدري كده. يعني انا ما بعملش اكل بدري، بس انا قلت اعمله بدري يعني النهارده عشان اخلص وكده وانجز، عشان كان ورايا حاجات كتير عايزه اعملها، عشان يعني ما اخدش وقت فيها. فاول حاجه زي ما انتم شايفين كده، انا بقى بسلق اللحمه ازاي. اول حاجه بحب كده الاول اشوحها كده في شويه سمنه صغيرين، يعني معلقه سمنه صغيره. وبحط طبعا اللحمه طبعا ما بتتغسلش، بس بشطفها شطفه كده بسيطه. بحط بقى بصل وورق لوري وحبهان ومستكه وفلفل اسود، وممكن كمان لو عندك جزر او كوسه ممكن تقطعي عليها ايه، جزرايه وكوسايه وكده. بس انا عشان ما كانش عندي فحطيت البصل بس. وزي ما قلت لكم حطيت فلفل اسود، وما بحطش يعني الملح في الاول، دلوقتي لما بتدخل فيها السوا بحط. طبعا دي زورو يا جماعه، عادي يعني، هتلاقوني على طول لما بعمل لكم فيديوهات صوتها بيطلع فيها، لان هي على طول بتعيط وكده، فيعني عادي، دي زوري بتعيط فمش مشكله يعني. طبعا هنا بقى بعد اللحمه ما اتشوحت، انا كنت غاليه كده ميه في الكاتل زي ما انتم شايفين. فضيتها كده على اللحمه، وهغطي عليها بقى واسيبها لغايه ما تستوي. طبعا اللحمه بتاخد من ساعتين الا ربع كده لساعتين، لو انت بتحبيها تبقى مستويه قوي يعني، واللحمه تكون طريه. بس فانا هسيبها بقى واغطي عليها لغايه ما تستوي خالص، واشوف هعمل ايه تاني. لان انا زي ما بقول لكم كنت ورايا حاجات كتير عايزه اعملها، فبخلص كده كل حاجه بسرعه. بصراحه لما بتكون ورايا حاجات كتير عايزه اعملها كده، وجوري بتبقى بصوا فظيعه يعني. اليوم اللي بكون قاعده فيه وما بعملش اي حاجه، بتلاقيها ما شاء الله هاديه وقاعده ساكته وما بتعملش اي حاجه. لكن اليوم اللي بيبقى ورايا فيه حاجات كتير وعايزه اخلصها، بتلاقوها بقى ماسكه فيا خالص وعايزاني اشيلها طول اليوم، ومش بترضى تقعد ولا تعمل اي حاجه. طبعا الاصوات الدوشه اللي هتلاقوها دي صوت جوري وهي بتلعب، فعادي يعني. هنا بقى كنت هعمل كده شويه لسان عصفور، عشان لو ملاحظين يعني ان انا صوتي متغير شويه، تعبانه، بس زوري وجعني شويه من المروحه. طبعا عايزه اقول لكم ان هي بتتعبنا جدا، بس ما بنعرفش ننام من غيرها. فصحيت كده لقيت زوري وكان وجعني خالص، فقلت اعمل شويه ايه لسان عصفور. ما كانش عندي طبعا غير بطاطس بس، فقلت مش مشكله، قطعت بصلايه وبطاطسايه كده وشويه لسان عصفور وايه وهعملها كده بالشوربه بس. فهنا برضو حطيت الميه اهي كانت بتغلي. طبعا انت بقى بتزودي لها الملح، ولو عايزه تحطي مرقه دجاج بتحطي، وبتزودي يعني اللي انت عايزاه. بس هنا بقى كنت عايزه اعمل كده باميه، كان عندي كده شويه باميه كده كانوا في الفريزر، كنت مفرزاهم يعني مع الخضار وكده، فكان بقى لهم كتير، فقلت ايه اعملهم يعني وكده. فاخدت قطعه بس من اللحمه اللي انا كنت بعملها، قطعتها كده حتت صغيره، ورحت جايه مشوحاها كده مع بصلايه وفص توم صغير، ورشيت عليهم كده رشة فلفل اسود ورشة ملح، وقلت بقى هشوحهم كده، وبعد كده بكون محضرة الطماطم عشان اسبكها معاهم وكده. هفضي بقى الطماطم، وبعد الطماطم ما تتسبك بحط البامية، وبعدها بعمل فص توم مع قرن فلفل اخضر وشوية فلفل اسود، وبروح جايه حطاهم اول ما بحط البامية. بس انا بعملها بالطريقة دي، بتطلع حلوه وجميله جدا. طبعا انا بزود ميه هنا كل ما طب بعد الطماطم ما تتسبك بزود ميه لغايه ما اللحمه تدخل فيها السوا الاول، وبعد كده بحط الباميه. فانا هفضل بقى سايباها كده واغطي عليها لغايه ما تتسبك خالص، وبعدين ازود لها ميه، وكل شويه لما احس ان الميه خلاص بتفضى هزود ميه تاني. بس هي دي طريقه الباميه، بتطلع جميله جدا. طبعا في الاخر انت ممكن برضو تعملي لها تقليه اللي هي بكزبره وفص ثوم، بس انا ما عملتهاش، انا عملتها كده زي ما انتوا شفتوا. طبعا انا هنا بقى سبت الاكل بره بعد ما خلصت، يعني سبت كده الحاجه بقى على النار تخلص. قلت بقى هنا ادخل على اوضه النوم، عايزه اشيل الملايه دي علشان هي يعني ما كانتش نظيفه وكده، فقلت هشيلها وهغسلها وافرش ملايه تانية نظيفه. فانا هشيلها كده زي ما انتم شايفين، وبعدين ايه افرش ملايه تانية او افرش طقم تاني عشان يبقى ماشي مع الطقم مع الكوفرته يعني اللي انا فرشاها. عايزه افرش كده حاجه تكون فاتحه. انا بحب كده في الصيف كل شويه يعني ايه اقعد اغير كده الملايه، علشان يعني الصيف طبعا عارفين بنعرق وكده، والجو بيبقى حر، فعلى طول بحب اغير الملايه. لكن في الشتاء عادي ممكن اسيبها شويه، يعني اخري في الصيف كده 3 ايام واغير الملايه على طول. طبعا يعني هنا بقى فرشت كده الطقم. عايزه اقول لكم ان انا فرشت الطقم البيج ده كان حلو كده وماشي كمان مع الكوفرت اللي انا فرشاها نفس اللون يعني. فبس هنا بقى ظبطت الاوضه كده بسرعه وخليتها نظيفه، هي طبعا الاوضه نظيفه يعني، بس كنت بغير الملايه اللي فيها
وهنا كده فاتحه الشباك نص كده ومورباه عشان ايه، يعني يغير كده النفس في الاوضه ويهوي الاوضه شويه. طبعا الاوضه نظيفه ما فيهاش اي حاجه. هنا بصوا كل حاجه نظيفه اهي. من ساعه ما روقتها ونضفتها بصراحه وانا محافظه عليها، مش بخليها تبقى متوسخه ولا اي حاجه خالص. هنا طبعا بعد ما كنت غاسله الدفايه دي فرشتها كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم معلش على صوت جوري لان انا هي تعبانه برضو اليومين دولت، فمعلش بقى يعني كده. بس فهنا بقى طفيت النور كده، وبعدين هطلع بقى بره الاوضه واسيبها واشوف ايه اللي ورايا. هنا طبعا عايزه اقول لكم بقى ان انا كنت تاني يوم، يعني انا الفيديو ده عامله لكم على يومين. انا في اليوم الاولاني ده بصراحه ما قدرتش ان انا اصور لكم واكمل لكم باقي اليوم، عشان والله العظيم كنت تعبانه خالص والبرد كان تعبني وزوري كان وجعني خالص. فقلت بقى اكمل لكم باقي الفيديو النهارده. كان عندي كده شويه خلطه من بتاعه المحشي فاضله عندي، كنت شايلها في التلاجة، فعندي كوسه كده فهعملها. وطبعا هنا اول حاجه برضو هشيل الحاجات كده اللي موجوده دي. طبعا دي مواعين وحاجات كنت غسلاها كده من امبارح فسايباها، فقلت هشيلها برضو كده في مكانها عشان اخلص وارتب كل حاجه على الرخامه عشان اعرف اعمل المحشي. طبعا انا عايزه اقول لكم برضو ان انا عملت المحشي وخلصت واتغدينا، وغسلت كمان المواعين اللي بعد الغدا اهي، وظبطت الحوض وظبطت كل حاجه. وكمان كان عندي غسيل فقلت اغسله عشان انا مش عايزه اكوم غسيل عندي بصراحه، لان الغسيل لما بيتكوم بيبقى كتير. وزي ما انتم شايفين كده البوتاجاز ورق الفويل فيه مش نضيف وعايز يتغير، فهغيره وامسح البوتاجاز كله وانضفه. وطبعا الرخامه برضو عايزه تتمسح. وهنا طبعا بصوا انا نضفت كده، شلت الكيس بتاع الزباله وظبطته. بصوا اللي واقع في الارض ده ينسون، كنت بعمل شويه ينسون كده عشان زوري، قلت حاجه سخنه فتكب مني كده في الارض. فانا بقى دلوقتي هشيل المشايه اللي موجوده في الارض دي، وهظبط الرخامه كلها عشان كمان هاخد المفارش اللي موجوده دي. وهنا طبعا الحوض هحط كلور وهحط خل عشان انقعه، علشان هو طبعا لونه اصفر كده مكان المواعين والحاجات، فهنقعه علشان عايزه يعني انضفوه كده. فعلى ما اخلص الحاجات دي واعمل الحاجات دي تكون هو اتنقع ونضاف، لان انا لما بعمله بالكلور وكده بينضف خالص. هنا طبعا انا كده كنت خلصت بقى البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده، غيرت ورق الفويل. وبالنسبه للفتحات دي انا ما بقتش بحط عليها ورق فويل، لان كان في واحده من حبايبنا في التعليقات كاتبالي ان انا يعني ما احطش ورق الفويل على الفتحات دي عشان هي اللي بتهوي البوتاجاز. انا دلوقتي بقى معايا فوطه كده وهبدا ان انا امسح كده كل الحاجات بتاعت التوابل دي. وادي الحوض اهو زي ما قلت لكم حطيت كلور وكده، بس سايبه الليفه دي علشان بغسل بيها الحاجات وكده. وهنا طبعا بصوا كميه المواعين قد ايه، وطبعا كنت غاسله الحاجات اللي انا بمسك بيها يعني اللي هي السيليكون دي. وهنا فهشيل برضو المفارش دي عشان اغسلها. بصوا هظبط بقى الرخامه كده واوريكم. الارض اهي برضو بعد ما شلت المشايه، بصوا الحاجات اللي موجوده تحتها. عايزه اقول لكم بس ان انا كنت بسكت جوري عشان ما كنتش عارفه اعمل لكم الصوت منها، الحمد لله سكتت خلاص. كمل لكم بقى. انا شلت بقى المشايه زي ما قلت لكم عشان الحاجات اللي موجوده في الارض دي عايزه اعملها. وطبعا الرخامه هنا انا شلت المفارش اهي خلاص، ودي الفوطه اللي كنت بمسح بيها كده. هبدا بقى ان انا اعمل ايه، اكنس الارض وبعدين اغسل الحوض عشان يبقى كده ما فيش اي حاجه بس. ويبقى كده خلصت معاكم المطبخ. عايزه اقول لكم برضو ان يعني الدواليب بتاعه المطبخ من تحت كلها مسحتها بكلور برضو بفوطه علشان ما كانتش نضيفه، فمسحتها كلها وخليتها تلمع. هوريكم بقى كل ده بعد ما اخلص دلوقتي، هتشوفوها هتحسوا بتغيير كبير. بصوا بقى هنا الارض اهي بعد ما كنستها مسحتها وظبطتها. عايزه اقول لكم بصوا انا خليت المطبخ من تحت بصراحه فظيع، يعني قعدت امسح بقى كل حاجه فيه علشان الدهون والحاجات والزيوت وكده. بصوا وادي الحوض بقى بيلمع وبقى ابيض كده لما بغسله بالكلور. الصفار اللي فيه ده بيروح خالص وبيبقى جميل جدا. طبعا انا وكمان الكلور معقم يعني كده وكده، لان انا بعمله بكلور خام بيبقى حامي كده وبينضف كل حاجه وبيقتل كل الميكروبات والبكتيريا اللي موجوده بس. فهنا خلصت زي ما انتم شايفين كده شكل المطبخ بقى حلو اهو. وكمان انا نشرت الغسيل. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت يعني وصلت ان انا اعمل الفيديو ده وكان الساعه تقريبا 2 او حاجه بالليل، فانا بعمل لكم الفيديو ده على فترات والله، يعني كل شويه بصور حاجه عشان جوري بتبقى لخماني خالص. هنا الغسيل اهو طلعته وهنشره، وطبعا في حاجات برضو كنت منشراها وكده، فهخلص بقى كله ويبقى كده خلصت النهارده يومي معاكم. فيا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير ومع السلامه.